3 يونيو سنة 26. فلاديمير بوتين بيستعد بنفسه علشان يرحب بممثلي الأعمال والتنفيذيين الكبار من كل أنحاء العالم في واحد من أهم الأحداث السنوية في روسيا، منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي. لكن سرب من الطائرات الأوكرانية المسيرة في طريقه علشان يبوظ الحفلة. مفيش غير ساعات قليلة قبل افتتاح الحدث في سانت بطرسبرغ، تاني أكبر مدينة في روسيا بعد أكثر من 4 سنين من الحرب المستمرة مع أوكرانيا. منتدى الاقتصاد الدولي السنة دي مش هيكون بنفس العظمة زي السنين اللي فاتت، بس لسه يعتبر موعد مهم في التقويم الروسي، فرصة للكرملين إنه يقوي علاقاته مع الجنوب العالمي ويستعرض عضلاته الاقتصادية اللي ضعفت بس لسه ما اتكسرتش بالكامل قدام العالم كله. والحضور هيستقبلهم بنفسه رئيس البلد. بوتين مش عارف إن الحدث اللي اسمه 26 هيدخل التاريخ كرمز، مش كرمز لقوة روسيا أو استعراضها، لكن كرمز للإهانة الشديدة. على بعد أكثر من 1000 كيلومتر جوا الأراضي الأوكرانية، الطيارين وفرق التشغيل بيراقبوا شاشاتهم والطائرات المسيرة الهجومية بتقرب من أهدافها، جاهزين يمطروا النار على بعض أهم البنية التحتية الاقتصادية والعسكرية في روسيا. وبوتين فاكر نفسه آمن في سانت بطرسبرغ، هو بيعتقد إنها بعيدة كفاية عن خطوط المواجهة علشان ما يحسش بتأثيرات حربه مع أوكرانيا بشكل مباشر. هو على وشك يكتشف قد إيه هو غلطان. في المرحلة دي من حرب روسيا وأوكرانيا الوضع اتغير بشكل كبير جدا. اللي بدأ كأنه مسيرة سهلة لانتصار روسيا في سنة 22 اتحول بسرعة لصراع طويل ومرهق بيعتمد على الاستنزاف، وكيف طلعت أصعب بكتير مما الكرملين كان متخيل، ومش سهل أبدا يكسرها. ومع مرور السنين الزخم بتاع روسيا بدأ يضيع واحدة واحدة وببطء لكن أكيد، وفي نفس الوقت خصمها كان بيقوى أكتر وأكتر بدعم من صناعة دفاع محلية بتكبر بسرعة، وكمان دعم ضخم من حلفائه في العالم الغربي. وبحلول مايو سنة 26 كانت أوكرانيا هي اللي في صعود مش روسيا. الموضوع ما كانش بس إنها بتسبب خسائر أكتر من اللي روسيا تقدر تتحملها، وما كانش مجرد إنها بتأخر هجمات العدو على الخطوط الأمامية أو حتى بتستعيد مناطق كانت فقدتها على الجبهة، وكمان كانت بتنفذ حملة ضربات في العمق ناجحة ومدمرة بشكل متزايد على أهداف في الأراضي المحتلة وما بعدها. وكل أسبوع بيعدي كانت بتظهر تقارير أكتر عن أوكرانيا وهي بتفجر وبتولع في مجموعة من ممتلكات العدو، زي بعض أكبر مصافي النفط الروسية ومخازن الذخيرة والقواعد الجوية وأنظمة الدفاع الجوي. ومع كل هجوم جديد زاد الهلع جوا الكرملين، لدرجة إنه بوتين بدأ يستخبى في ملاجئ تحت الأرض وخايف على حياته، وكان هيلغي تقريبا عرض يوم النصر الشهير في الميدان الأحمر في موسكو. وفي الآخر الحدث اتعمل فعلا بس بشكل مصغر جدا، ورئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي وقع مرسوم ساخر ووعد إنه مش هيبوظ يوم بوتين المميز بالدرونز والصواريخ بتاعته. بس ده ما كانش معناه إن أوكرانيا هتهدى. في أماكن تانية قوتها فضلت تدمر البنية التحتية وجابت غضب الحرب كله لحد الشعب الروسي، ووعدت إنها هتزود عدد الهجمات وحدتها لحد ما يتم الاتفاق على صفقة سلام مقبولة مع بداية يونيو. كان بوتين باين عليه إنه مش زي زمان، وكان معتمد على المنتدى الاقتصادي الدولي اللي الاقتصاديين بيسموه دافوس روسيا عشان يرجع شوية من كرامته وعزته. في الآخر سمعته الشخصية كانت على المحك، وهو بيستعد يرحب بكبار الشخصيات الأجانب والمليارديرات ووفود الشركات من أماكن زي السعودية. دي كانت فرصته إنه يرجع الأمور لمسارها الصح، على الأقل لحد معين. كانت فرصة أنه ينشر روايته مش بس في شوارع موسكو لكن كمان على مستوى دولي، عشان يثبت أن اقتصاد الحرب الروسي مش ضعيف ومتهالك زي ما الغرب بيقول، وأن العقوبات بتاعتهم مش شغالة والحرب ماشية بالضبط زي ما هو مخطط. أما بالنسبة لأوكرانيا فدي كانت فرصة برضو، فرصة أنها تركز على تفوقها، وفرصة أنها تستعرض قوتها العسكرية قدام جمهور أكبر ومتنوع أكتر من المعتاد. لو قدرت تضرب سانت بطرسبرغ في نفس اللحظة اللي كان مفروض يبدأ فيها الحفل الاقتصادي الكبير لبوتين، كيف كانت هتقدر توري العالم كله قد إيه روسيا ضعيفة فعلا، وتضرب في مقتل كل كلمة بوتين كان محضرها في خطابه. ومستحيل أوكرانيا كانت هتضيع فرصة زي دي. فرق من جهاز الأمن الأوكراني وقوات الأنظمة غير المأهولة
وقوات العمليات الخاصة واستخبارات الدفاع الأوكرانية وخدمة حرس الحدود الأوكرانية اتجمعوا مع بعض عشان يجهزوا لهجوم يهز العالم كله. ضربة مباشرة مش على هدف واحد ولا اثنين، لكن على 3 من أهم مواقع البنية التحتية الحيوية لروسيا، وكل ده في يوم واحد بس. في 3 يونيو هدوء وسكون سماء سان بطرسبرغ في الصبح اتقطع بصوت طنين منخفض لطائرات مسيرة أوكرانية. في مهمة زي دي، مهمة لازم تنجح، كييف ما كانش تقدر تستخدم غير أحسن وأقوى إمكانياتها. مع أن قوات الدفاع في البلد ما أكدتش رسمياً أنواع الطيارات المسيرة أو التكتيكات اللي استخدموها، الأدلة من ضربات مشابهة بتشير إنهم ممكن يكونوا استخدموا طيارات زي فاير بوينت FB1. الطيارات دي اللي طورتها شركة مقرها كييف بتتميز بمدى تشغيلي مذهل يوصل ل1000 ميل، وكمان عندها القدرة تشيل رؤوس حربية وزنها بين 130 و260 باوند، وكمان مجهزين بهوائيات ستارلينك اللي بتخليهم يقدروا يضربوا أهدافهم بدقة عالية جدا، حتى لو كانت الأهداف دي على مسافات بعيدة جدا عن مشغلي الطيارات. طيارات زي FB1 كانت ضرورية لهجوم زي ده، لأن أوكرانيا كانت بتستهدف مدينة على بعد حوالي 680 ميل من حدودها. الطيارات قصيرة ومتوسطة المدى ببساطة مش هتنفع، بس أفضل الطيارات بدون طيار بعيدة المدى هي اللي ممكن تنفذ خطة زي دي. بس المسافة ما كانتش العقبة الوحيدة اللي كان لازم المخططين العسكريين في كييف يتغلبوا عليها. كان في كمان تهديد إن الطيارات بدون طيار بتاعتهم ممكن يتم اكتشافها وهي في الطريق لهدفها، وهي بتعدي مئات الأميال من الأراضي الروسية. كل اللي كان محتاجينه رادار واحد يلمحهم ونظام دفاع جوي واحد يشتغل ويوقع السرب قبل ما يقرب حتى من هدفه. بس أوكرانيا تعلمت شوية حيل كويسة عشان تتعامل مع دفاعات الكرملين. كتير من الدرونز بتاعتها مصممة عشان تظهر بأقل بصمة ممكنة على شاشات الرادار، وغالباً بتطير واطي جداً فوق الأرض وبتعدي فوق الأشجار وبتتحرك بالطريقة دي. وبعدين عشان تقدر تعدي بسهولة من أنظمة الدفاع الجوي زي S-400، أوكرانيا بقت معتمدة أكتر على الدرونز النفاثة اللي بتشتغل كطعم، وغالباً مش بيكون فيها متفجرات أصلاً، أو بيكون فيها كميات صغيرة جداً من المتفجرات، ودي مصممة عشان تغرق أو تجهد دفاعات العدو وتخلي عندهم أهداف كتير يضربوا عليها لدرجة إنهم مش عارفين يبتدوا منين. وده كله من خلال الجمع بين التكتيكات دي، وكمان مع حقيقة إن أوكرانيا كانت بالفعل صفت كتير من أنظمة الدفاع الجوي ومحطات الرادار في الطريق لسان بطرسبرغ، وبكده عملوا ممر تقدر الطيارات بدون طيار تمشي فيه بأمان. والدرونز كييف قطعت الرحلة الطويلة للمدينة اللي كانت معروفة زمان باسم لينينغراد. هناك السكان المحليين صحوا مفزوعين من النوم وجروا على الشبابيك وخدوا تليفوناتهم وابتدوا يصوروا اللي بيحصل. وأول ما الطيارات الأوكرانية بدون طيار دخلت المجال الجوي للمدينة وراحت بسرعة ناحية هدفها، بطاريات الدفاع الجوي الأوتوماتيكية اشتغلت فجأة، وأطقم الروس حاولوا بكل جهد يمنعوا اللي حيحصل، بس كان الوقت فات وبسرعة قصوى والهدف متحدد قدامهم. الطيارات الهجومية بدون طيار ضربت بدقة جراحية في المباني والمنشآت بتاعت محطة بطرسبرغ النفطية، واحدة من أكبر منشآت النفط في منطقة البلطيق كلها. المحطة دي ممتدة على مساحة أكثر من 90 فدان، وفيها 21 خزان لتخزين المنتجات النفطية الخفيفة والتقيلة، وكمان عندها قدرة سنوية على معالجة 12.5 مليون طن. المحطة دي موجودة في قلب ميناء سان بطرسبرغ الكبير، وبتستقبل وبتوزع النفط ومنتجات البترول عن طريق السكة الحديد والنهر والطريق البري وكمان البحر. دي واحدة من أهم النقاط في اقتصاد النفط الضخم بتاع الكرملين، وهي على وشك تشتعل فيها النيران. وفي الوقت ده المحافظ الروسي المحلي ألكسندر دروزدينكو قال بعدين إن الدفاعات الجوية الروسية قدرت تسقط 50 طيارة بدون طيار للعدو، لكن الفيديوهات والصور اللي جت من المنطقة حكت قصة مختلفة تماماً. طائرة بدون طيار ورا الثانية كانت بتضرب هدفها، وكل ضربة كانت بتسبب انفجارات ضخمة ورهيبة هزت أساسات الميناء، وكان صوتها مسموع من أميال بعيدة. اندلعت حرائق ضخمة وعامدة دخان أسود كثيف وخانق طلعت للسماء وغطت شمس الصبح بدري. السكان المدهورين جريوا على الإنترنت عشان ينشروا الخبر، وفي نفس الوقت المسؤولين بسرعة لغوا الرحلات في مطار بولكوفو القريب. ولو بوتين كان فاكر إنه شاف الأسوأ، يبقى كان غلطان جدا. الهجوم ده كان لسه بيبتدي. في نفس الوقت اللي كانت فيه الطيارات المسيرة تضرب محطة نفط سانت بطرسبرغ، كان في سرب تاني منفصل عن الباقيين
واتجه بسرعة ناحية هدف تاني على بعد حوالي 12 ميل بس من الهدف الأول. قاعدة كرنشتات البحرية اللي موجودة في جزيرة كوتلين في خليج فنلندا. كرنشتات تعتبر جزء أهم من بنية الكرملين التحتية لسنين. كرنشتات كانت مقر للفرقة الثالثة المستقلة للغواصات ولواء السفن رقم 105 بتوع الكرملين، وفي نفس الوقت هي واحدة من أهم مراكز الإصلاح والصيانة والدعم اللوجستي لأسطول البلطيق الروسي. وهنا بتروح السفن الحربية الروسية والفرقاطات وزوارق الدورية والغواصات لما يحتاجوا أي نوع من الشغل. وكان بفضل منشآت زي كرنشتات بس روسيا قدرت تفرض قوتها في شمال أوروبا لفترة طويلة. وخلال كل الفترة دي القاعدة البحرية دي كانت دايما تعتبر حصن لا يقهر، محمية كويس بشبكة ضخمة من المدفعية البحرية وبطاريات صواريخ أرض جو وطبقات دفاعية تانية. وفي أي لحظة غالبا بيكون في أكثر من 20 سفينة حربية راسية في المنطقة وحواليها، وكمان عشرات من سفن الدعم المساعدة. وكل دي أهداف محتملة بالنسبة لأوكرانيا اللي بتستخدم أحدث الوسائل اللي عندها زي الدرونز الهجومية المجهزة للعمليات البحرية واللي فيها توجيه فيديو مباشر في الوقت الحقيقي. طياري الطائرات بدون طيار الأوكرانيين اللي بيعتبروا من الأفضل في العالم عدوا بسرعة من الدفاعات الخارجية واخترقوا قلب الجزيرة قبل ما يركزوا على الأهداف القيمة الكتير اللي في المنطقة، زي ما حصل في محطة النفط. السكان المحليين بسرعة بلغوا عن انفجارات وحرائق وسحب دخان لما الدرونز أصابت الأهداف. واحد من أهدافهم كان السفينة بويكي، مشروع 20380 سفينة حربية متعددة الأغراض تابعة لأسطول بحر البلطيق، مجهزة وقادرة تماما على إطلاق بعض من أخطر الصواريخ الروسية. السفينة دي دخلت الخدمة سنة 2013 حسب التقارير، وتم تصميمها علشان تنفذ مجموعة من المهام زي عمليات الدفاع الساحلي وضرب السفن والغواصات وكمان الدفاع الجوي. وبتتميز بإزاحة وزنها اللي بتوصل ل 2220 طن وطولها 342 قدم وطاقم حوالي 100 فرد وسرعة قصوى 27 عقدة ومسلحة بمدفع عيار 100 ملم، مدفع بحري عيار 190 وصواريخ أورال المضادة للسفن ونظام دفاع جوي رايدوت ونظام مكافحة الغواصات باكيت أند كي وكمان هليكوبتر K27 بحظيرتها الخاصة. دي مش مجرد سفينة دورية، دي سفينة حربية جد، لكنها ما قدرتش تتعامل مع هجوم الأوكرانيين المفاجئ في لحظة قبل حتى ما أي حد من الطاقم على الأرض يعرف اللي بيحصل. الدرونز الأوكرانية ضربت بوكي من كذا اتجاه. صور الأقمار الصناعية وفيديوهات متصورة من الرصيف القريب وضحت إن في حرائق اندلعت وحصل ضرر كبير في الهيكل العلوي للسفينة. تم الإبلاغ عن حرائق وانفجارات إضافية في أماكن تانية في المنطقة، وممكن يكون في سفن تانية اتضربت أو اتضررت أو حتى اتدمرت. في كل الأحوال أسطول البلطيق تعرض لضربة قوية ولسه الضربات ما خلصتش. وفي الوقت اللي ساحل البلطيق كان بيولع، كان عنصر تاني من سرب الضربات الأوكرانية في العمق بيدك الداخل الروسي. على بعد حوالي 370 ميل من خطوط الجبهة في منطقة تامبوف بتقع مدينة ميتشورينسك. المدينة دي يمكن شكلها مش كبير على الخريطة، بس فيها جزء مهم جدا من البنية التحتية العسكرية، وهو مصنع الدفاع بروغرس، منشأة صناعية ضخمة ومؤمنة كويس جدا ومسؤولة عن تصنيع بعض أهم المكونات اللي بتخلي آلة الحرب بتاعت كريملين شغالة. وبحسب قاعدة بيانات الحرب والعقوبات التابعة لجهاز الاستخبارات الدفاعية الأوكرانية الGUR، ده المكان اللي روسيا بتنتج فيه أجهزة الملاحة والأدوات الجيوديسية اللي بتخلي صواريخها تقدر تضرب أهدافها بدقة كبيرة. والأهم من كده هو بيورد حساسات MP90 و5 اللي هي ضرورية لصواريخ KH-1 كروز اللي بتطلق من الجو، وكمان GMS-01 ومواتير الجايرو دي اللي بتستخدم في صواريخ KH-59M2 و KH-59M2A الموجهة. الدفاعات الجوية الروسية كمان معتمدة على مصنع بروغرس، هو بينتج مواتير كهربائية وجيروسكوبات بتستخدم في نظام الدفاع بنسير S1. علشان كده ده مكان مهم جدا للجيش الروسي. بس بسبب مصانع زي دي البلد قادرة تفضل تنتج صواريخ بكميات ضخمة وتستخدمها في قصف المدن والبلدات والمواقع العسكرية والبنية التحتية المدنية في كل مكان في كييف، من خطوط المواجهة لحد كييف نفسها وأبعد. دي هي المحركات اللي بتدفع قوة روسيا للانتشار. لكن واحدة من القطع الحيوية دي اتشالت فعليا من الساحة صباح يوم 3 يونيو،
زي ما هم عملوا بالضبط. في منطقة سانت بطرسبرغ الطيارات المسيرة دخلت تامبوف وعادت بسهولة من الدفاعات الجوية الروسية قبل ما تصطدم بمصنع بروغريس. السكان المحليين حكوا عن انفجارات كانت قوية لدرجة أنها شالت أسقف الورش الصناعية، وحرائق سريعة جدا كان ممكن تدمر أجزاء كبيرة من المنشأة. صور المصادر المفتوحة وفيديوهات شهود العيان وضحت أعمدة دخان كثيفة طالعة من المجمع اللي بيولع. وبينما المسؤولين الروس اتبعوا نفس أسلوبهم المعتاد وحاولوا يقللوا من أهمية الحادث وقالوا إنه الضرر كان بسيط جدا، الصور كانت بتحكي قصة تانية خالص، قصة دمار واسع النطاق زي اللي حصل في محطة النفط والقاعدة البحرية، وكمان زي العشرات من الأهداف التانية اللي ضربتها طيارات أوكرانيا المسيرة في الأسابيع والشهور اللي فاتت. وطلع النهار يوم 3 يونيو عشان يكشف مناظر الخراب في أنحاء المنطقة الروسية. فلاديمير بوتين كان عارف إن اليوم ده هيكون يوم كبير، هو بس ما كانش متوقع السبب. كان متخيل إن المنتدى الاقتصادي الدولي بتاعه هيكون مصدر فخر واحتفال. بدل كده الحدث اتعمل فعلا، لكن كان في إحساس واضح وملموس بالخوف والشك بين الحضور المحترمين. مسؤولي الكرملين ما قدروش يخفوا اللي حصل. الدخان كان لسه مارس من المدينة، الانفجارات والحرائق كان ممكن تتسمع وتتشاف من بعيد. صورة روسيا كدولة قوية ومستقرة اتكسرت في ليلة وضحاها قدام الكل، وما فيش حاجة هترجع زي الأول تاني. بوتين ما كانش قدامه غير إنه يتفرج ويتساءل إزاي ممكن يقلب الوضع لصالحه. نظيره في كييف فولوديمير زيلينسكي في نفس الوقت خاطب شعبه والعالم كله على السوشيال ميديا، وأكد النجاح الكبير لعمليات بلاده بعيدة المدى، وشارك معلومات أكثر عن تأثيرها. احتفل بالعقوبات بعيدة المدى اللي اتفرضت على العدو، وشكر محاربي بلده الشجعان على دقتهم وكفاءتهم في السعي لتقريب السلام. في كل أنحاء العالم عناوين الأخبار ما كانتش عن الحدث الاقتصادي لبوتين، لكن عن ضربة أوكرانية ناجحة تانية على أراضي العدو، واحدة من أكبر وأفضل الضربات من نوعها. في الحقيقة هجوم تم فيه ضرب 3 أهداف منفصلة، وكلهم على بعد مئات الأميال خارج أوكرانيا، وتعرضوا لأضرار جسيمة. الأمين العام لحلف الناتو مارك روتي أكد أنه التحالف مش شايف مشكلة في أن أوكرانيا تهاجم أهداف عسكرية مناسبة في سانت بطرسبرغ أو في أي مكان تاني في روسيا، وقوات أوكرانيا تعهدت أنها هتستمر في القتال لحد ما الحرب تخلص بالنصر. وكانت التداعيات الاستراتيجية الأوسع ليوم 3 يونيو واضحة للجميع لما ضربوا سانت بطرسبرغ وتامبوف في نفس الوقت. أوكرانيا أثبتت بشكل قاطع أنها عندها كل التكنولوجيا اللازمة وشبكات الاستخبارات والإصرار التكتيكي عشان تقدر توجه ضربات دقيقة في أي مكان هي عايزاه، مش بس في المناطق المحتلة لكن كمان في عمق روسيا نفسها. ده وضح أن المسافة ما بقتش وسيلة دفاع للكرملين، وأن حتى البنية التحتية اللي المفروض أنها آمنة في الحقيقة مش آمنة خالص. أوكرانيا كمان بعتت رسالة لبوتين إنه مفيش مكان يقدر يستخبى فيه، ولا مكان يقدر ينسحب ليه، ولا حتى مكان يقدر يحلم يلاقي فيه سلام. ودي ما كانتش أول مرة أوكرانيا تنفذ هجوم جريء في عمق الأراضي الروسية. عشان تشوف إزاي أوكرانيا قدرت تدمر طائرات نووية بملايين الدولارات باستخدام طيارات بدون طيار بتكلفة آلاف الدولارات بس، اضغط على الفيديو اللي قدامك دلوقتي وهنشوفك في ساحة المعركة الجاية.